السلام عليكم الخوت الخواتات، ان شاء الله يا ربي تكونوا على خير وبخير. في هذا الفيديو نلقاكم وانتم في صحه جيده ان شاء الله. انا كريمه، كاينه غير انا والاخ ديالي وامي با. عشنا عيشه مستوره، عندنا الدار عايشين عادي، يعني ما خصناش، ما عندناش، ما خصناش الحمد لله. كان الاب ديالي متقاعد، عندي هو هذاك هو المثل الاعلى، هو الاب ديالي. جا خطبني واحد الولد كيبيع الطلاموط والريدويات، يعني مسك عليه الله. مشيت للدار ديالي، مشيت لداري، لقيت عكوزتي، لقيت لوسي حتى هو مزوج وساكن معاهم في الدار تما. والاب ديالي الشيخ ديالي شارط على ولادو اللي تزوج منهم غادي يسكن معاه في الدار ما تيدير لاباس ويكبروا الوليدات ويولد تما في الدار الكبيره، زعما كيقولوا الدار الكبيره، وعادي يخرج يبني ولا يشري ولا اللي بغى. المهم هاد الزوج ديالي كان ما خليني خصني حتى شي حاجه. مثلا كان شي فرح، كان شي عيد، كان شي مناسبه، دائما كيمشي يديني كيشري لي من كل شيء، لا من الحوايج ولا من الذهب اللي بغيت. يعني ما كيتشطرش عليا، يعني اي حاجه في اي مناسبه كيسبق لي الذهب هو الاول. حتى كنبقى نقول له بارك عليا، راه هاد الحاجه عندي، راه هاد الحاجه عندي، بارك عليا. كيقول لي خودي شري شري، راه الحمد لله الخير موجود. المهم ما خصني حتى شي خير. المهم بقيت واحد النهار انا كنقلب له في التليفون، وانا كنلقى ميساج جاه من عند شي وحده. بقيت كنقول له كيفاش، شكون هذه؟ كيقول لك لا هذه غير شي وحده كانت جات شرات شي طلامط وعطيتها التليفون باش الا بغات شي حاجه ولا لا. المهم لا كان شي غلط ولا شي حاجه. المهم مره كنلقى الميساجات عنده، ولا كنلقى شي وحده صونت له كيمسح في هذا الشيء هذا. يعني ديك السيده شرات منه الطلامط ولا شرات منه الريدويات ولا بغات تبدلهم ولا شي حاجه. المهم ولدت معاه 4 ديال الوليدات، 2 بنات و2 اولاد. عيش زعما ديك المده ديال الولده فيه ما كان ولد يخنتني، ما خصني معاه حتى شي خير. عجوزتي ما شاء الله عليها كتبغيني بزاف. المهم بقات من هنا لهنا. واحد النهار وهي جات مرات لوسي قالت لي، تناقشت انا ومرات لوسي على النيت على الدراري، وهي تقول لي كتاخدي كتحقري غير عليا انا. قالت لي سيري شوفي غير راجلك، قالت لي مع من كيقيل هذاك وانت كيجي عندك مهلوك راه مع البنات. جيت انا قلت لها كيفاش عاودي هذه الكلمه هذه، شنو قلتي؟ قالت لي راه راجلك بعدا داير علاقات، هما ماشي غير علاقه وحده، وزيدون راه غادي يتزوج بنت عمو. انت ما بقيتيش مقنعه، ما بقيتيش معمره له عينه ملي ولدتي 4 ديال الدراري. صافي انا جريتها، قلت لك جرتها من شعرها وبقات كتنتف فيها وكتغوت عليها. جات عكوزتي النيت دارت في مرات لوسي، واخا هي مرات لوسي اللي كلات العصا، دارت فيها قالت لها ما تقولش هاد الهضره هادي، وعلاش واش بغيتي تنوضي لها الصداع، واش بغيتي هادي. المهم وهي دائما وسوسه. قالت لها انا بغيت نوض لها الصداع. قالت لها هي مغروره بزاف، قالت لها مخنتها وما خصها حتى شي خير، وهكذا كتقيل تقلب له في التليفون وكتقيل تقول له مع من كنتي مع من جيتي. صافي تعرف الحقيقه، هي راه غادي دير بنت عمو. صافي جات عجوزتي قالت لها واش بصح غادي دير، واش انت في راسك هادشي؟ قالت لها المهم جات هذه عجوزتي قالت لها شوفي سيري في حالك، دخلي في حالك من بيتك وهنينا من الصداع. صافي قالت لها انت كديري المشاكل. دارت فيا انايا، قالت لي شوف بنتي الله يرضي عليك كريمه، هذيك راه كتجيها الغيره منك، راه ما كاين لا زواج لا حتى شي حاجه. واش الراجل دار 4 ديال الدراري وعاد غادي ينوض يتزوج وعاد غادي ينوض يفكر في شي وحده اخرى؟ راه انت غير غادي تحماقي. وهذه قالت لها بارك عليك من هاد الغيره. وانا حمقت بالغيره في ديك المده اللي دوزتها معاه، حمقت بالغيره. كيلقاني هزيت التليفون وصونيت من داك الناس اللي صوناو له، ديك العيالات اللي كيصونيو له، كنلقاني صونيت لهم. المهم دايره معاه المشاكل. المهم واحد النهار الساعه جا الراجل ديالها، وهي تقول له اجي هنا، واش بصح غادي باغي تزوج بنت عمك؟ بقى هو كيضحك، ما حسبلوش، ما فراسوش الدباز كاين داكشي. ويقول لها غادي نتزوج بها ان شاء الله يا ربي غنتزوج بها. صافي ديك الساعه بقات كتغوت وطاحت عواج لها الفم ديالها. هذه كريمه عواج لها الفم ديالها. ناض الراجل كيغوت وكيبكي، كيقول لها انا غير كنضحك معاك، انا غير كنضحك معاك. جات امو قالت له يا وليدي راه مفقوسه، راه دابزت مع مرات خوك، وراه قالت لها انت غادي تزوج بنت عمك. داكشي راه هي هضرت هاد الهضره هذه. قال لها انا حسب لها غير كضحك وديك داك الشك ديالها بغيت زعما باش نفشلها ونقول لها راني غادي نتزوج بها. انا ما غادي نتزوج ما والو. المهم شدها داها للطبيب النفساني وعطاها الدواء وزاد. المهم يعني ما خلى ما دار معاها. كيقول لهم راه حداو معاها، راه هاد الحاله اللي واصله ليها هي راه تقدر تاديها بالانتحار. حداو معاها. المهم واحد النهار
وهو المهم هما يقولون هذه كريمه نهار الشيطان، راه انت تقدر تموت ولا تعوق وتبقى وترزي راسك في وليداتك وعاد ديك الساعه تتزوج عليك بصح. واش الا بقيتي جالسه في الركنه غادي يديها فيك؟ راه شكون اللي غادي يقابل الولاد وراه غادي نوض نتزوج؟ فعلا بقات هذه مسكينه كريمه كدير الكوراج وكتدحس مع راسها وتنوض وتبقى تقول وصافي انا غادي نحاول نصبر. المهم جات مرات لوسها جات عندها طلبت منها المسامحه، قالت لها غير زعما غير استفزيتيني وانت نتفتيني من شعري وانا قلت لك هذه الهضره هذه. صافي انا ديرت براسي زعما راه صافي سمحت لها وصافي وسمحت الراجل زعما وداك الشيء راني ما بقيتش مهتمه بهذا الموضوع. هاد بنات عمو كنت عندي علاقه معهم غير هكذا السلام هو مره الا كانت شي مناسبه كيجيو عندنا ولا كنمشيو عندهم. ولشنو وليت كندير؟ وليت كان تقربت ليهم بزاف، تقربت وحده بنتهم الصغيره باش هي اللي تعطيني الاخبار. يعني انا كنقلب على المشاكل، يعني كنت كنقلب على المشاكل لراسي. فعلا مشات بقات كتسول، مره كتدي الكيكه وتمشي تجلس معاهم، مره كتدي شي طارطه من برا وتمشي تجلس معاهم ولا المهم كل مره وشنو. واحد النهار وهي تقول لها ديك بنت عمهم الصغيره، قالت لها بصح راه كان غادي يديها، كان غادي يدي فلانه. هي هاد بنت عمهم كانت كتهضر يعني قبل ما يتزوج بها، قبل ما تتزوج هي هاد كريمه براجلها، وهي غير سولاتها قالت لها ايه راه كان غادي يتزوج بها. المهم ديك الساعات مشات عنده قالت له شوف طلقني. قال لها ياك انا تبدلت على مسبتك وانا ما بقيتش كندير المشاكل على مسبتك وانت مالك وانت هادي. المهم بقى هذا قال دابا الا عجبك الحال جلسي، ما عجبكش الحال بصح سيري في حالتك. واسي طلق. صافي انا مشيتو صافي بحال بغاني نمشي، هزيت ولادي ومشيت لدارنا. الدار ديالنا يعني غير انا والاخ ديالي، الاخ ديالي مزوج، انا كان عندي بيتي خاص بيا في الدار ديالنا. ملي مشيت لقيت الاخ ديالي دار ديك البيت ديالي انا، بيت كبير كان، داروا بيت النعاس ديال بنته عندها 3 سنين، وداروا بيت النعاس ديال بنته صاغب لها البيت وقدوا لها وداك الشيء. انا وربعه ديال ولادي كنعسوا في بيت الكلاس. ديك البيت الكلاس فيه التلفازه، يعني فيما كيبغيو يجلسوا وكيجيو ياكلوا تما، كيتغداو تما وكيتعشاو تما، ما دايرينش كوزينه طبله في الكوزينه باش كياكلوا زعما سالامونجي ولا شي حاجه. هذيك هي البيت اللي كياكلوا فيه وكينعسوا فيه كيتفرجوا فيه. ايوا المهم واحد الساعه وانا جلست انا جات عكوستي عندي قالت لي نعرف الشيطان بنتي الله يرضي عليك، انا نعرف الشيطان. دابا انت غادي تجلسي تعيشي مع تهنيتي زعما من مرات لوسك باش غادي تجي دابز مع مرات خوك فحال. قالت لها كي مرات لوسك كي مرات خوك انت غتعيشوا معاهم في دار وحده. قالت لها لا انا ولدك دلني وانا ولدك دار لي. والمهم قالت لها بنتي راه مفشك، راه ما مخلي خصك حتى شي خير. قالت لها لا والو، قول له يطلقني. صافي قال له هو الا بغات نطلقها. فعلا مشى ديك الساعه هو بقى ما رفع لا دعوه لا والو، كيجيب المراه ديالو كيجيب لولادو النفقه اللي حسن من اي واحد، يعني واخا تحكم لها المحكمه ما غاديش تعطيه داكشي اللي كان كيجيب له هوايه، ما كيخلي ما كيجيب. شنو ولات كدير مرات خوها؟ كتعطيني ولادها والدراري ديالي انايا كتقول هذه كريمه الدراري ديالي انا ملي كيبغيو ياكلوا شي حاجه ولا يهزوا دانون مثلا ولا شي حاجه تسقطه كتقول لهم ماشي وقت الماكله. وانا كنبقى نتعصب كندور فمي كنقول لهم الله يهديك دابا البيت ما بغيتوش تعطوني البيت من هذه شحال وانا هذه اكثر من شهر وانا باش جيت وانا كنقول لكم خولي البيت باش نجلس فيه انا وبنتي انا ولادي وانتم كتقولوا لي لا وكتهربوا مني. وجات امي قالت لي هو بنتي دابا ما عندك ما دير، هذه دابا البيت ديال خوك ما عندك ما دير دار خوك. قلت لها كيفاش دار خي؟ لا انا ماشي دارنا. قالت لها ايه بنتي واخا دارك بنتي دابا انت راه هي اللي سمحتي فيها، اما هذه راه عندك فيها هو عندك قسمه كامله وانت عندك غير النص. ايوا امي الا كانت عندي النص ما غاديش يجيني بيت، ديك البيت ديالي عطوني انا غير البيت ديالي نتمرح فيه انا ولادي. واش انايا ملي كتبغيو تفرجوا هو اصلا الاخ ديالي ملي كيجي في الليل وكيجي يشعل التلفازه وانا كنكون ناعسه. قالت له راه بزاف هادشي هذا اللي ديرتو لي، واش بالعاني واش بغيتوني نخرج للزنقه؟ المهم دوزت شهرين لا احر من الجمر، كتجيب عجوزتها ما كتخلي ما كتجيب من ولادها كتهلا فيهم وداك الشيء كل نهار تقول لها يا بنتي لعن عليك الشيطان لعن عليك الشيطان. والو زعما هي بغات صافي بغات زعما توقفوا على حده. واحد النهار ملي شافت الام ديالها قالت لها راه الدار ديالو مرات خوها قالت لها عجبك الحال عجبك ما عجبكش الحال خصك تخرج كري. قالت لها انت كنتي في دارك وما جي عندنا. قالت لها انا دايره الدار ديالنا دايره الدار دبا امي وانت انت اللي جيتي دخيله. قالت لها لا انا مرات خوكم انا مرات مول الدار، يعني انت اللي دخيله دابا انت ما غاديش يجيك حتى حاجه. ديك البيت انا مصاوباه وصابغاه على اللون اللي بغات بنتي وصابغاه وفرشاه ومصاوباه وانت كتقول لي عطيني البيت ما يمكنش. ما عجبك الحال ما عجبكش خرج قلب على الكرا. صافي بقات كتفكر هي مسكينه هاد كريمه بقات كتفكر. عيطت على راجلها عيطت له قالت له بغيت نتلاقاك
قال له واخا. خرجوا تلاقاو، مهم تسكسفت وقدت وخرجت، قدت راسها وداكشي وخرجت. قالت له غنطلب لك واحد الطلب، زعما بحكم العشره اللي دوزنا وداكشي غنطلب لك واحد الطلب. قال لها واش ولادي فيهم شي حاجه؟ قالت له لا. قالت له اي حاجه وحده اللي بغيت، هي انك بغيتك تكري لي ونعيش ولادي معايا في الدار، غير انا ولادي. قال لها كيفاش؟ خرجتي من عندي، انا وافقت على انك تخرجي وتخرجي ولادي قبل ما نطلق، غير عارفك غادي تمشي تسكن في داركم. قال لها انا نكري باش تجلس انت في الدار بوحديتك. قالت له مزيان. قال لها مزيان. قال لها ها زولات. قال لها باش انا غادي نكري لك باش تسكن انت في الدار بوحديتك انت ولادي. قالت له علاش مالي انايا وداكشي؟ قال لها لا انت باقا صغيره وما تسكنش بوحديتك. قالت له المهم. قالت له دابا انا ما عندي ما ندير. قال لها شوفي لاله، بغيتي ما بغيتيش تبقى في الدار، نشري لك الدار، نشري لك نرجع للدار ديالك، ونشري لك شي حاجه نضمن لك بها المستقبل ديالك، ورجع للدار. انا تبدلت عليك. بقات كتجبد هي باغيه ترجع ولكن بقات كتجبد. المهم قالت له تنفكر. هو مشات في حالتها للدار، عاوتاني في اعلان بقاو عائلتها كيديروا مع هذيك ديك التصرفات ماشي هي هذيك. صافي واحد النهار وهي تعيط له، جات عكوزتها، هي بعدا جات عكوزتها جابت لها ديك المواد اللي بغاتو داكشي. ايوا جات عندها قالت لها قول له خالتي عيط لي في التليفون. صافي مشات عكوزتي عنده، عكوزتي مسكينه الله يعمرها دار، مشات عنده قالت له ولدي عيط لها في التليفون. عيط لي. قالت له شوف انا لو كنت بغيتي ترجعني اجي رجعني. صافي قال لها هذاك هو النهار الكبير ديالي، صافي ماشي مشكل. صدقت مرات لوسي فعلا. لوسي طلقها من بعد المشاكل اللي دارت لي وديك الهضره اللي خرجت وداكشي. طلقها راجله بجوج دراري صغارين، يعني صار من ولادي. صافي وبقيت يعني بقات غادي نبقى غير انا في الدار بوحديتي. في الاخر عزت عليا ومشينا عاوتاني رجعناها. المهم ملي مشيت دخلت عنده للدار وداكشي، قال لي شوف يا عمره، انا كنت مهلي فيك اكثر من القياس. انا كنت كنغلط، كنت كندير علاقات ولكن على مسبتك راني ملي شفت في وجهك عواج راني حلفت ما عمرني ندير شي علاقه مع شي وحده. صافي بارك عليا مراتي ووليداتي، هذيك هي بالدنيا. انا تبدلت نهار اللي تبدلت بغيت تطلق، دابا نرجعوا نبداو صفحه جديده وصافي. يعني نبقى مع بعضياتنا. جات كريمه قالت له الا بغيتينا نرجع ونعرف بالامان ديال معاك، هي انك تشري لي شي ابارطمون ولا شي حاجه. قال انا غادي نشري دار ارض وما حدنا ساكنين، غادي نبقاو نجمعوا الارض ديالك بسميتك ونبقاو نجمعوا بعيد ما يزيدوا يكبروا لنا وليداتنا. قال لنا ديك الساعه نبنيوها وها هي ديالك. صافي قلت له راه فعلا. قلت له انا راه دوزها عليا الاخ ديالي، وحتى امي اللي كنت كنقول غادي تحميني وتوقف معايا وداكشي كانت كتقول لي كل نهار انت خرجتي من دارك. شكون اللي قال لك خرج من دارك؟ هذه راه ماشي الدار ديالك. قال له واش كنقول لك بنت الناس، جلس في الدار ديالك وسكت، جلس ربي ولادك وحنا مع بعضياتنا. وانا تبدلت وانت عاوتاني تبدلي، بعدي من ديك الغيره وبعدي من التليفونات، ما تبقاش تقربي من التليفونات. صافي وعدته انني ما نقربش من التليفونات، ولكن ما نكذبش عليكم، اللي فيا راه فيا، الغيره مازال فيا، ولكن ماشي في حال كنخلي حتى ما كيكونش قدامي كنقلب في التليفون، ولكن فعلا ما كنلقى حتى حاجه. الا عنده شي مصدر اخر باش كيدير العلاقات ديالو داكشي الله اعلم. المهم في التليفون هذاك ديال الدار اللي كيجيب راه ما كنلقى حتى شي حاجه. حاولت نتبدل حتى انايا وصافي بقيت كنقول مع راسي بصح البنادم اللي قال لك اللي يخرج من دارو قل مقداره، هي ديالي انايا فعلا. ملي خرجت من داري قل مقداري، لا الاخ بدا كيعتبرني، لا الام. اما مرات الاخ هذيك خلاص بوحديتها يعني ما حتى واحد ما عطاني قيمه. العكس انني ملي كنت كنمشي وكنت مازال مع الراجل ديالي وداكشي كانوا كيعطوني قيمه كبيره، البلاصه مخيره يجلسوني فيها وولادي كيتهلاو فيهم. ملي مشيت وليت الحاجه ديال ولادي محطوطه في الثلاجه كتقول لهم لا ماشي دابا، وكتشد ولادها وكتعطيهم. يعني الحقره، يعني انا شفت في الدار ديال با شفت الحقره. الله يهدي النفوس. وكنتمنى يا ربي لكل الازواج يبقاو مع بعضياتهم ويحدوا من الغيره، وتا الراجل عاوتاني يبعد من الخيانه، ما يبقاش يديروا هذا الشيء ديال الخيانه وهذا الشيء هذا. ونتمنى يا ربي الامور تقاد مع كل واحد. وشكرا لكم، وما تنساوش تابوناو معايا، راه فئه كثير انا كما كنقول لكم راهم كيشوفوا الفيديو وما امبونينش معايا. هذا فضل وليس امر، كنطلبكم تابوناو معايا. شكرا لكم بزاف.